لو قلت لك ان في موبايل فئة متوسطة ممكن ينافس فلاج شيب بضعف سعره ويبقى احسن منه بنسبة كبيرة كمان، مش هتصدق صح؟ طب لو قلت لك ان شركة زي بابجي لما تنزل 165 فريم هيدعمها وينزل له ال 165 فريم عادي خالص، هتصدق؟ بنسبة كبيرة لأ. بص، هو فيه، وده هو الوان بلس اي 6 الجديد. في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن الموبايل، مميزات وعيوب، يستاهل تشتريه ولا لأ، هل في موبايل أقوى منه بنفس السعر، ولا ده المتربص على عرش الفئة دي ومش لاقي حرفيا أي منافسين. أول ما تمسك الوحش ده هتحس إحساس غريب وهتقول ازاي الماتيريال دي بالسعر ده. الموبايل جاي بماتيريال الأفضل في فئته السعرية، ماتيريال خرافية، فريم ألومنيوم وظهر إزاز، مسكته بريميوم جدا. لا بجد الموبايل جامد وفخم قوي. اللون اصلا الاسود المطفي ده اللي مش بيبصل نهائي مودي الموبايل في حته تانية. طب نسكت لحد هنا؟ لا، ده كمان جاي بمعيار امان اي بي 68 واي بي 69، معيار امان محترم جدا سواء للميه او للصدمات. لو قلبت بقى الموبايل على وشه هتلاقي شاشه من اقوى الشاشات الموجوده حاليا سواء في فئه متوسطه او فلاج شيب، شاشه بحجم 6.83 انش من نوع ال تي بي او اموليد 165 هرتز، وده رقم فعليا كبير ومهم قوي للجيمز، خاصه لعبه زي بابجي مثلا عشان هتدعم 165 فريم التحديث الجاي. فانك تلاقي موبايل بالشاشه دي والامكانيات دي والسعر ده، فلا ما ينفعش ما نتكلمش عنه. الشاشه هنا بقى 1.5K بتردد 165 هرتز زي ما قلنا، محميه بطبقه ازاز كريستال شيلد، وبتدعم ال HDR فيفيد وال HDR 10 بلس والدولبي فيجن، وبيوصل استطاعه لحد 1800 نتس تحت الشمس. لا هو بجد الشاشه دي ناقصها ايه تاني؟ انا مش عارف. ناقصها البصمه صح؟ النهارده اقول لك البصمه هنا من نوع التراسونيك تحت الشاشه، بصمه سريعه جدا. تخيل بقى الماتيريال دي والشاشه الخرافيه دي هيكون معاه معالج عامل ازاي مثلا، وسعره هيبقى عامل ازاي. صدقني سعره اصلا هيصدمك اخر الفيديو. الموبايل ده جايب بمعالج فلاج شيب عادي خالص، جايب بمعالج سناب دراجون 8 اليت، وده نفس المعالج اللي موجود في الاس 25 الترا. معالج قادر حرفيا يقدر يشغل اي جيم تتخيلها على اعلى السيتنج. لو لعبت ببجي على الموبايل ده هيديك 120 فريم مرتاح، وكمان هيدعم ال 165 فريم لما تنزل، على عكس كل الموبايلات الفلاج شيب الموجوده اللي اخرها 120 فريم بس. وكمان الموبايل جاي بسماعات ستيريو قويه جدا. الموبايل ده لو فتحت عليه 1000 ابلكيشن مش هيعنج، الكلام ده اصلا ما يعرفوش مع واجهه وان بلس السلسه جدا. طب بقول لك ايه، تخيل بطاريه الموبايل السفاح ده كام؟ 5000 زي كل الفلاج شيب الموجوده؟ لا طبعا اكيد لا يعني. 6000؟ لا برضه والله. طب 7000؟ برضه لا. بطاريه الموبايل ده من نوع سيليكون كربون بحجم 7800 ملي امبير. انت متخيل؟ هتقول لي عادي في موبايلات كتير ببطاريه كده دلوقتي، هقول لك بس ده بيشحن بسرعه 120 واط، وده بقى فعلا رقم مرعب بالنسبه للبطاريه مواصفات بالشكل ده. البطاريه دي قادره انها تقعد معاك يومين مستريح، وكمان معاك 120 واط، يعني حتى مش هتقلق من شحن البطاريه اصلا. الوان بلس اس 6 بقى برغم قوته، الا ان هنا لازم يضحوا بحاجه، انه ده الطبيعي، هو مش فلاج شيب يعني، بقول لك بنص سعر الفلاج شيب واقوى منهم في حاجات كتير. بس هنا بقى بيفرق بينه وبين اي فلاج شيب الكاميرات. ومش معنى كده ان كاميرات الموبايل سيئه، لا كاميرات كويسه جدا، تاخد منها صور كويسه. جايب كاميرتين، كاميرا اساسيه بحاسه 1.8 بتعمل المثبت البصري، هتاخد منها صور كويسه جدا، بس ما تتعشمش في صور زي اي فلاج شيب مثلا ب 50,000 جنيه، لان ده الطبيعي لازم يكون في تضحيه في الكاميرا. الكاميرا الثانيه هنا 8 ميجا بكسل، ودي مخصصه للزاويه الواسعه. طب فكك بقى من كل الكلام ده، انت عارف الموبايل ده بيصور فيديو ازاي؟ الموبايل ده بيصور فيديو 4K 120 فريم. انت عارف يعني ايه 4K 120 فريم؟ ده رقم حرفيا ما يقدرش عليه غير موبايل سفاح، وده اللي شركه وان بلس عاملاه في الفئه المتوسطه. والكاميرا الاماميه هنا متواضعه، هتاخد منها صور كويسه، مش الافضل، ولكن هتاخد صوره كويسه وصوره حلوه تعرف تنزلها على السوشيال ميديا. يعني مش هتاخد موبايل من غير كاميرا، لا هي كاميرته الخلفيه كويسه وكاميرته الاماميه برضه كويسه، بس بقول لك مش الافضل، مش زي الموبايلات الموجهه اصلا للتصوير. طيب الموبايل ده يستاهل ان انا اجيبه ولا في اختيار افضل؟ بس لو يهمك الكاميرا قوي فممكن وقتها تشوف خيارات تانية، بس لو بتستخدم الكاميرا عادي استخدام عادي وبتصور صور من وقت للتاني فده افضل صفقه حرفيا، افضل موبايل بيقدم قيمه مقابل سعر. طيب عشان في ناس كتير برضو بتسال بتقول الموبايل روم صيني ولا روم جلوبال، احب اقول لك الموبايل هنا روم صيني، ومش معنى ان هو روم صيني يبقى موبايل مش كويس، هو نفس الموبايل الجلوبال تقريبا، مفيش اي فرق، مفيش اي فرق في اي مواصفات تقريبا، غير ان بيبقى فيه بعض التطبيقات الصينيه ممكن تلاقي اللغه العربيه مش كامله، هتلاقي لغه انجليزيه، يعني حتى انت هتلاقي اللغه العربيه بس مش هتلاقيها كامله. ازاي يعني؟ لما تدخل على السيتنج وتختار اللغه العربيه هتلاقي ان بعض الحاجات اتحولت للغه العربيه، ولسه في حاجات تانية لغه انجليزيه، وده طبعا مش ينفع الناس اللي مش بتحب اللغه الانجليزيه او بتعتمد اعتماد كلي على اللغه العربيه. بس غير كده فهو موبايل بجد صفقه،
موبايل قوي جدًا، موبايل سواء الmaterial بتاعته، سواء الprocessor اللي جاي منه، سواء الشاشة التحفة اللي جاي بيها. بالنسبة للجيمز أصلًا لعبة زي PUBG مثلًا إن هي تدّيك 165 فريم التحديث الجاي مثلًا على الموبايل ده أو اللي بعده، في موبايل أصلًا فئة متوسطة، فده بجد يا جدعان مش طبيعي. قُل لي فين الموبايل الفئة المتوسطة اللي بسعر الموبايل ده ممكن يدّيك 165 فريم في اللعب؟ ما فيش حرفيًا ولا حتى لحد 30,000. أيوه سعر الموبايل ده أقل من 30,000. الموبايل ده بالدولار عامل $365 وسعره عندنا هنا في مصر هو 21,000 جنيه مصري بدون الضريبة، هتدفع الضريبة 2,800 يعني سعره 23,800. والنبي قُل لي مين ممكن مثلًا يشتري البوكو X7 برو ويسيب الموبايل السفاح ده؟ هو أكيد حد ما يعرفش الموبايل، لإن طبيعي أي حد يعرف الموبايل هيروح يشتريه وهيسيب الX7 برو اللي هو أرخص منه بحاجة بسيطة. انزل بقى تحت في الcomment قُل لي تحب نتكلم عن إيه الفيديو الجاي، ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. سلام.